أهلا بكم متابعي قناة ملوك الأرانب. من أسباب موت الأرانب الصغيرة بعد الولادة مباشرة أن الأم، نلاحظ أن الأم في أول إنتاج يعني تكون عديمة الخبرة، لا تستطيع أن ترضع الصغار بشكل جيد، فنلاحظ أن الصغار تموت. طبعا بعض الإناث تكون قليلة الخبرة، وخاصة في الإنتاج الأول. فإذا لاحظنا أن الأنثى لا تطعم الفراخ أو لا ترضع الفراخ، فضروري جدا أن يتدخل المربي ويطعم صغار الأرانب يدويا. يعني مثلا نجيب مثلا سرنجة أو رضاعة قطط، ونقوم بإطعام الصغار الأرانب. إن شاء الله سوف نعرض لكم مقطع أو طريقة إرضاع صغار الأرانب في مقطع قادم. المهم في هذا المقطع هو أن نتعرف على أهم أسباب موت الأرانب بعد الولادة. لاحظوا ما شاء الله تبارك الله، الأرنب بصحة جيدة، ولكن الأرنب تعرض إلى الجوع بسبب الجوع. وأيضا نلاحظ أن جسم الأرنب بارد جدا، يعني أن الأم لا تحتضن الأرانب، وخاصة هذه الأيام الجو بارد، فضروري جدا أن تحتضن الأم الأرانب الصغيرة، وأيضا تطعمهم بشكل جيد. وهذه من أهم أسباب موت الأرانب بعد الولادة. هذا، ونتمنى لكم الفائدة، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.